يا مساء الفل والجمال على أحلى عيلة في الدنيا كلها. بصوا بقى، هو ده المنظر اللي صحيت عليه النهاردة. الصالة زي ما انتوا شايفين، مهرجان وبصمات الأولاد في كل حتة، ولعب وتكسير طول الليل. وأكيد المنظر ده مش غريب عليكم، بس طبعا احنا ولا يهمنا، قدها وقدود. قمت كده استعنت بالله وتوكلت عليه، وطلعت شميت شوية هوا بتوع الصبح دول جمال جدا، بيخلوا الطاقة كلها يعني راحة كده نفسية. وبصيت للسما الصافية الجميلة اللي قدامكم دي علشان اخد طاقة ترد الروح، باور كده يخلي يومي كله نشاط وحيوية. ورجعت طبعا قلبت البيت ده وخليته جنة، ودخلت على المطبخ عملت أكلة اقتصادية وموفرة وجميلة بجد هتدعولي عليها. الفيديو بتاع النهاردة روتين حقيقي من القلب وتشجيعي 100%. قومي كده هاتي كوباية الشاي أو قهوتك وشوفي الفيديو ده وتشجعي معايا، عشان طبعا تقومي بعدها تخلصي كل اللي وراكي. مفيش أجمل طبعا من النظافة، مفيش أجمل إن احنا نرتب بيتنا يوميا. وعايزة أقول لكم البيت اللي فيه أولاد ما بيخلاش طبعا من البهدلة، بس ربنا يخليهم ويبارك فيهم يا رب ويبهدلهم واحنا نرتب وراهم. لان زي ما بقول لكم دايما هيجي يوم من الايام هنلاقي فعلا البيت مترتب دايما، لما اولادنا طبعا دول يروحوا الجامعات او يتجوزوا او يروحوا الجيش او يروحوا اي حاجه طبعا او يسافروا، هنحس فعلا ان احنا محتاجين حد يجي يبهدل لنا البيت كده عشان نقدر ان احنا نقوم. سبحان الله، يعني الحمد لله ان ربنا بيدينا الصحة فعلا ان احنا نعمل لاولادنا كل حاجة بحب طبعا، ونلاقي البيت كده مليان لعب وفرح. ربنا يجعلهم نعمة طبعا جميلة كده كده في بيوتنا. إيه زي ما انتم شايفين بدأت طبعا أنظف الصالة يعني جنب جنب، لأن الركن عندي حرف يو، أنا عندي ركنتين في صالتين، بس دي الركن احنا قلنا ننضف كده ايه حاجة حاجة معاكم. نحاول برضو يا جماعة، يعني احنا مش نمسك البيت كله في يوم واحد نقلبه، عشان نقلب بيتنا كله في يوم واحد ونرجع نطبخ لأولادنا ونرجع نغسل هدوم لأولادنا ونرجع نذاكر معاهم ونرجع نوديهم دروس ونرجع نودي نوادي. مشكلة كبيرة، اليوم كله هيخلص منك وهتحسي ان انت عاملة زي الساقية طول النهار. فاحنا ممكن نقسم الشغل، يعني كانت ماما ربنا يديها الصحة وطولة العمر تقول لي يعني ان كتر الشغل قسميه على الايام، كل يوم اعملي حاجة. الشغل مش هيخلص لكن الصحة هتخلص، كانت تقول لي كده دايما. إيه، فانا طبعا باخد بنصيحتها لانها اكبر مني وفاهمة عني، بس برضو في نفس الوقت بخلي بيتي جميل دايما نضيف دايما. حتى لو مش هنضف تنظيف عميق، ممكن انضف كل يوم اوضه تنظيف عميق، والباقي برضو ما سيبوش مكركب، ترتيب عادي كده ان انا ارتبها برضو. محدش عارف مين هيخش عليكي، النظافه كويسه ليكي ولاولادك ولبيتك، والضيف اللي هيخش برضو يكون مرتاح نفسيا. زي ما انتم شايفين بدات اعمل جنب جنب، انضف كده واشيل الشلت وانضف تحتها. عايزه اقول لكم ان كان تحت الشلت ما شاء الله بلاوي. إيه، كان في فشار طبعا وقع، قشر لب قشر سوداني، الدنيا كانت عندي ايه دمار دمار. يعني كان يعني انا كنت بقول لهم انتوا عملتوا كارثه في الصاله، لان قبل ما انام دايما برتب بيتي، قبل ما انام برتبه جدا. ومطبخي ما بسيبش اي حاجه في الحوض، لازم اغسل المواعين. فكل يوم لازم قبل ما انام اكون كده يعني مديها التمام على الشقه. فصحيت طبعا لقيت الدنيا كده زي ما انتم شايفين، يعني اجازه بقى ومبهدلين الدنيا. كان يومهم اجازه وقالوا بقى إيه ان احنا نعيش اللحظه، نعمل بقى فشار ونظبط كده اليوم او نحس كده باليوم روتين اليوم كده. الاولاد طبعا دايما كده اشقياء، وخاصه لما يكونوا صبيان، فربنا يبارك يا رب كل واحد ويرزق كل واحد يا رب مشتاق بالذريه الصالحه. اللهم امين يا رب العالمين. شايفين يا جماعه المنظر فعلا بيتكلم عن نفسه، انا مش عايزه اتكلم على الفيديو، انا مش عايزه اتكلم بجد، يعني هو المنظر فعلا بيقول لكم انا بتكلم عن نفسي مش محتاج شرح. إيه، مش عارفه المعالق بتخش ليه تحت الكنب، عادي خالص خالص، يعني انت ممكن كمان تلاقوا هدومكم تحت الكنب مفيش مشكله. هو كده هو كده مفيش كلام، يعني ما فيش نقاش، ما تتكلميش معانا. تيجي تتكلمي لا يا ماما ما تتكلميش معانا، احنا واخدين اجازه ده يومنا، احنا بنستنى اجازه الاسبوع من الاسبوع ده من الاسبوع اللي بعده، يعني مفيش كلام. فربنا يبارك فيهم يا رب. بس أجمل حاجة فعلًا لمّا الواحد كده يقوم يلاقي الحاجة كده يعني متدهولة أو بايظة ويرتّبها، دي بقى اللحظة الجميلة، لحظة آخر حاجة كده رش المعطر ده بتحسّي إن في طاقة كده إيجابية خدتيها وpower جميل كده، بتحسّي فعلًا إن أنتِ تعبتِ ولقيتِ. ما شاء الله بجد يعني ما فيش أجمل من النضافة. زي ما أنتم شايفين عمّالة بقى إيه أزُق في الرُكنة
رُكنة ما شاء الله عندي تقيلة راسخة، راسخة بجد، يعني أنا عاوزة أقول لكم إن أنا بازُقّها كل يومين. أسمع ناس تقول لِك إحنا الرُكنة بتاعتنا دي بنشدّها كل كام شهر، أنا كل يومين لازمًا أشدّها، لإن زي ما أنتم شايفين في مسافة بين الأرض والرُكنة بتدخّل حاجات، فما ينفعش إن أنا أنضّف كده على الماشي. أنا نفسيتي بتتعب، نفسيتي بتتعب لمّا ما كنتش أنضّف تنضيف عميق، نفسيتي بتتعب، عشان كده باقول لكم باقسّم الشغل، يعني ممكن أعمل الصالة دي النهارده، الصالة التانية بُكرة، مثلًا أوضة تانية بعده كده يعني فاهمينّي؟ عشان ما أجيش في يوم أضغط على نفسي، ما اضغطش على نفسي، ما إحناش ورانا حاجة، لأ نعمل على مهلنا كل يوم حاجة، ننضفها تنضيف عميق وبعدين الحاجات التانية بواقي الشقة يعني سواء أوضة أو صالة تانية، ننضفها تنضيف عادي خالص، وبرضه نبدأ فيها تاني يوم، برضه ما فيش مانع، فاهمينّي؟ هنا بقى كنت رتّبتها معاكم، ما شاء الله كانت مسرحية طبعًا علي الربيع شغالة، أنا باحب طبعًا مسرح مصر جدًا، كنت باتفرّج كده وباسلي نفسي وأنا بانضّف. شديت الرُكنة كلّها، شِلت طبعًا الحتّة اللي أنا حاطاها على الرُكنة حطيتها في الغسالة كده قُلت أحطها دور كده تنغسل، لإن كان طبعًا موقعين عليها بهارات أندومي وموقعين عليها بهارات فشار ومبهدلين الدنيا زي ما قُلت لكم، فقُلت بقى أحطها دور كده في الغسالة تاخد الدورة بتاعتها عقبال ما أعلّق على الأكل. أنا كنت في اللحظة دي بقى قُلت أمّا أعمل شوية مكرونة كده وشوية بطاطس وبيض، أهي أكلة كده جميلة واقتصادية، بما إننا كمان يعني الميزانية خربانة معانا يعني الميزانية كده بدأت تشطّب، فقُلنا بقى إن إحنا نعمل كده أكلة اقتصادية والكل بيحبها. بس بصراحة طعمها يجنن، يعني عايزة أقول لكم كمان إن الواحد كده أمّا بيكون قايم من النوم مش عارف يطبخ هي دي الطبخة الوحيدة كده المعتمدة نقول هنعملها، أهي منها راحة ومنها كمان إحنا بنحبها وحاجة كده كمان يعني اقتصادية، يعني حاجة موجودة في كل بيت، كل بيت تلاقي موجود فيه المكرونة وموجود فيه الصلصة وموجود فيه البطاطس، يعني ربنا يجعل بيوتنا كده عامرة يا رب بالخير دايمًا. طبعًا الدور كان خلص، قُلت بقى انشره بالمَرّة، الحاجة دي يا جماعة باحطها على الرُكنة بتحمي كتير جدًا، زي ما أنتم شايفين باشيلها على طول وأقوم ناشراها، ما بتاخدش مني وقت. عارفين كمان يا جماعة يعني زمان كنت باتضايق جدًا لو صحيت لقيت البيت مكركب. كنت بازعل، بس طبعًا بعدين قُلت لنفسي الحمد لله إن في أطفال بيلعبوا وبيملوا البيت حركة ورضا، ده بيخلّي فعلًا يعني التنضيف أسهل بكتير جدًا، وجود الأولاد في البيت أو الأطفال في البيت ده نعمة كبيرة جدًا، ربنا ما يحرمنا منهم ويعطي كل مشتاق يا رب، اللهم آمين. يعني بجد الواحد كده بيفكّر كده يعني يعلّمهم إن هُم يعتمدوا على نفسهم شوية بصراحة. بافكّر بس يعني مستصغرة سِنّهم بصراحة، يعني أنا مستصغرة السِن بتاعهم، حتى لو يشيلوا اللعب بتاعتهم، يعني حاجة بسيطة أهيًا يعملوها. بصراحة لسه ما جرّبتش الموضوع ده، لو حد فيكم جرّب يعني ونفعت معاه يا ريت برضه تقولوا لي في التعليقات، السِن اللي هو سِن 10 سنين، 9 سنين ده مناسب والّا لسه بدري؟ زي ما أنتم شايفين بقى نشرت الدور، كانت البطاطس بتاعتي اتسلقت، قُلت لمّا أخش كده أحمّرها بقى ونعمل طبق سلطة كده يستاهل بُقكم، جنب المكرونة الجميلة اللي أنا عملتها. لإن بصراحة لازمًا السلطة جنب المكرونة كده والمخلل، الأكلة دي بصراحة تودّي الواحد كده في حتّة تانية خالص، لو حد فيكم بيحبها قولوا لي في الكومنتات، وبكده يكون يومي خلص، كان روتين جميل وخفيف بصراحة، يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، شكرًا طبعًا ليكم لكلامكم الكويس اللي بتقولوا ليّا في التعليقات، شكرًا من كل قلبي، كنت معاكم آية، نورتوني وشرفتوني في مملكة آية، أشوفكم على خير بإذن الله في فيديو جديد، وده كان غدانا النهارده يا جماعة، قولوا لي في التعليقات برضه بتحبوا الغدوة ديًّا والّا وبتمشّوا يومكم إزاي؟ مع السلامة.